أنا محمد بن مسعود، خالق 3 شتنبر 1936، بحيث عندي دابا رانا كنبلغ 81 عام ياك، ولكن مقدر 1940. توظفت في الإدارة ديال التسجيل فاتح ماي 1959 ياك، في تقسيمات الميناء بالقنيطرة ياك. حضرت هذاك الوقت وخدمت مع محمد الخامس رحمه الله، وملي توفى محمد الخامس عاود خدمت مع حسن الثاني حتى توفى رحمه الله، ومن بعد خدمت مع محمد السادس نصره الله حتى 2001 حيث أدركني التقاعد، خرجت للتقاعد. إذن خدمت في الإدارة 42 سنة، ملي دخلت ولدت 18 عام في عمري، وملي رحلت لمدينة وزان نهار 3 شتنبر نهار 3 فبراير 1973، وعن طلب الرئيس ديال تقسيمات وزان، بحيث كان كيخصو واحد المحاسب، وانا ذاك الوقت كنت في الرباط خدام في إدارة الطرق في الرباط. ملي جيت لوزان عطاني هذيك الدار، قال لي عطاها لي، جاتني صغيرة على ولادي الستة، قال لي غنزيد لك بيت، زاد لي بيت وبقيت ساكن هذيك الدار. كنخلص كيتقطع ليا الكرا من الأجرة ديالي. هاد الدار كنت كنقوم بالإصلاح ديالها والترميم ديالها وكل شيء اللي كيخصها هذا، ولكن مع ذلك راها قدامت وبقات السطح كيعلم بالانهيار. ومع ذلك كنت في هذاك الوقت كنطلب التفويت من الوزاره، ما كانش الوزاره كاع كتجاوبني، ولكن سكنت في هذه الدار 43 عام ولكن منين وخرجت التقاعد فاتح هذه 16 عام باش خرجت التقاعد ياك. وكان فيا ما يخدم، وكان فيا لو كان هذاك الوقت علموني بالافراغ، لو كان فرغت هذاك الوقت كانت باقي عندي الجهد. المحامي نهار اللي كان كيترافع المحامي عليا انا قدمت له شهاده عدم ملك اي حاجه، ما كان ملك حتى شي حاجه. دابا نفس الشيء راجل عاجز وغادي نروح لخويا، معناتها غادي نمشي ضحيه وصافي، غادي نمشي نتلاح في شي موضوع من الكريب. حتى الكرا في الحومات الشعبيين هنا ما لقيتش. وعندي انا والولاد ديالي اللي باقيين عليا، باقيين تيعيشوا تحت نفقتي ومراتي، راحنا في مأزق وصافي، راحنا في مأزق عباد الله. انا محمد بن مسعود، انا راه كنت من الناس اللي كيهتفوا في الشوارع ديال سوق الأربعة باستقلال المغرب. ونهار اللي تهز محمد الخامس في عام 1952 راحنا كنهتفوا بمحمد الخامس وبالاستقلال المغرب، ومطاردين من طرف الجيش الفرنسي كيطاردنا في الشوارع ديال سوق الأربعة. وانا هذاك الوقت راه عندي 17 عام، ورانا كنهتف في وسط الجماهير مع الشباب. بالعادي الشباب كنا عندنا فينا الغيرة على بلادنا، وكنهتفوا مع الناس الكبار في الشوارع ومطاردين من طرف الجيش الفرنسي. ولا ملكنا. وحضرت انا وبالامارات، حضرت انا في مجزرة سوق الأربعة اللي وقعت في عام 1956 في يونيو. راه حضرت فيها وشفت الدراري الكشفيه ميتين، وشفت الكاتب العام ديال حزب الاستقلال، حزب الشورى والاستقلال ميت مقتول. كانت مدبره هاد المجزره سوق الأربعة، ماتوا فيها عدد الناس مشاو ضحيه، وراه كانت مدبره من طرف الوجود الفرنسي، بحيث في الوقيته اللي كان غادي يجي لها أحرضان وعدل الفاسي باش يقوموا بخطبه على الجماهير،
الحكام الفرنسيين حصروا المخازنيه في البيرو، ما يخرج حتى واحد باش ما يديرش، باش ما يقوموش بالنظام، بحيث من وقعت القتلى. علاش وقعت القتلى؟ حيت منين جا على الفاسي واحرضان طلعوا غير يعطيو خطبه، شي واحد ضرب قرطاسه، تما وقعت الفوضى. ولاو كيتهموا الناس ديال حزب الشورى والاستقلال بانهم هما اللي سبب في هذا الشيء، هما الخونه، هما هذا. وناضوا هاد الجماهير كيطاردهم وتيقتل فيه الدراري الشبان مساكن، كانوا جاو من وزان كار،